قعدت مع الانفلونسر وكان عامل حته دين فيديو وكان فايرال بشكل مرعب. لقيته بيقول لي الفيديو اللي انت شايفه ده ما جابليش ولا جنيه، مع ان الصفحه بتاعتك زاد العدد فيها لدرجه 400,000 فولورز، الريل بيعدي، الاي اي شغال، اعلانات شغاله، بس مفيش فلوس. سالته هو انت بتبيع ايه؟ سكت، وده كان اخطر سكوت انا شفته. هو بدا يحكي انه من عدد سنين معينه كان عنده شريك بيفهم في التسويق، قال لي سيب لي كل حاجه، سيب لي البيع، سيب لي الكونكشنز، وخليك انت في الكونتنت، اعمل انت المحتوى. وبالفعل فضلوا مع بعض وقالوا هنكبر وهنعمل، وكبروا فعلا وعملوا شغل وبراندات، وبراند شكله عالمي، بس في نفس الوقت العروض بتتغير كل اسبوع. الجمهور مش فاهم هو ده مين، مفيش فانل واضح، مفيش كاش فلو، لحد ما في يوم شريكه ده اختفى. مش حرفيا يعني، بس هو اختفى من الشغل. الصفحه موجوده والكونتنت شغال، بس الحساب البنكي ما بيكبرش. الكارثه كانت انه كل اللي اتبنى كان معمول علشان يبقى شكله بيبيع، مش عشان يبيع. التسويق ساعتها اتحول لاستعراض، الاي اي بقى مجرد مسكن للي حصل. فقلت له جمله قلبت كل حاجه، قلت له انت اتخانقت مع شريكك، بس في الحقيقه انت اتخانقت مع الارقام. كان ترند واحد والريتش يخدرك ويضحك عليك وتنبسط باللايكات اللي بتجيلك، لدرجه انك نسيت تسال هو انا بكسب الفلوس ازاي. وبعد جلسه استشاريه تسويقيه واحده وقفنا الكونتنت اللي كان شكله بيجيب ريتش، ومسحنا شويه فيديوهات ما كانتش افضل حاجه، وعملنا اوفر واضح للبراندات، والناس بعديها بقت عارفانا. اخر حاجه بقينا نركز عليها الترندات، مش نعمل هري وخلاص. اول اسبوع بقى فيه كونفرجن حقيقي، الناس بقت عايزاه يبقى بيروح لها ويعمل عندها اعلانات. من تاني شهر ابتدى يبقى فيه عقود، وابتدى ان هو يبقى متواجد مع براندات حقيقيه. الحقيقه للاسف اللي بتزعل ناس كتير هو انه في ناس بتعمل تسويق عشان تهرب من البيع. البيع محتاج شجاعه، مش محتاج ترندات، مش محتاج اي اي. فلو انت بتطلع ترند وفاكر ان انت كده هتبقى بتبيع، خلي بالك انت داخل اخطر انواع السجون، سجن الشكل الحلو. فلو محتاج حد يبقى بيمسك الشكل بتاعك ويزيح من عليك اي غبار ويشيل الارقام الفيك ويبدا يركز معاك علشان تطلع ارقام حقيقيه، اكتب لي كلمه كونسلتيشن، مش علشان اخليك ترند، لكن عشان تطلع من الوهم اللي انت فيه وتبدا تبيع بالفعل.